وبتدور أحداث المسلسل في التمانينات وبيكون في محققين شرطة سريين وبيتسللوا لمنظمة إجرامية ضخمة جدا مسؤولة عن تجارة المخدرات بين كوريا والصين واليابان. ويلا بينا نعرف تفاصيل وأحداث الحلقة الأولى من المسلسل. تبدأ الحلقة قبل عامين عام 1994 وبيكون في محقق اسمه جون مو متزوج من المحققة يوي وسألها قال لها ايه الأمر الرسمي اللي انت كنت عايزة تقوليه، وردت عليه وقالت له انها تنتقل إلى قسم الأمن. قال لها يعني ده اللي كان مقرر النهاردة، وبنشوفهم هما متجمعين في بيت العيلة عشان ياكلوا. بيبدأ يعرف العيلة ان مراتها تنتقل إلى قسم الأمن وان دي هتكون البداية للمسيرة بتاعتها المهنية، وبيقول كمان ان الأمر ده محتاج الاحتفال مع العيلة بأكملها. وبيسأله حد من اخواتها وبيقول له تحضير للترقية الدنيا ماشية ازاي؟ قال له المفروض ان انا استعد دلوقتي بس انا ما عنديش وقت. قال له لازم تخصص وقت لان زوجتك شرطية من النخبة وانت مجرد محقق منخفض الرتبة في الارياف. وبيتضايق جدا من الكلام ده وبيطلع الاوضة بتاعته وبتقول له ان اخواتها احمقان وان احنا مش لازم نيجي هنا تاني، وصلحته وخلته مبسوط. وبنرجع تاني لكوريا الجنوبية وبيكون في شابين بيدعوا الناس الى ملهى ليلي، وبيكون تشيول هو اللي ماسك الحفلة هناك. وبيحصل مشكلة في الحفلة وتشيول على طول بيقفل الموسيقى اتكلم وبيقول لهم لو عايزين تتباهوا بقوتكم اتباهوا بيه في بلدكم، في البلد دي تستمتعوا تشربوا الكحول فقط ان كنتم لا تريدون الموت. وقال لهم يلا بينا نغير الاجواء لموسيقى حماسيه. وبيكلموا الراجل الكبير وبيقول له انا سمعت اشاعات ان انت اتولدت هنا وساكن هنا وانك عندك اتصالات كتيره وبتعرف تقاتل، ليه شغال منسق موسيقى؟ قال له ايه رايك نعمل معا؟ قال له انا عاوز اعمل مع سكان البلد الشرعيين، وانت ليه شغال في ملهى وانت ممكن تبقى صاحب الملهى وانا اقدر احقق لك ده كله. وبيرد عليه وبيقول له امتى هكون المالك؟ بيقول له مالك مستعجل كده ليه؟ وبيرد عليه وبيقول له اريد كسب المال بسرعه. وبيضحك كده وبكل سخريه بيقول له هو انت فقير؟ وبيبص في الارض وبيقول له انت مفكر ان كل الناس اثرياء؟ بيرد عليه وبيقول له هنتفق اتفاق لو جبت كل اصحابك يشتغلوا هنا اخليك مالك للمكان. بيقول له العرض ده مناسب معاك ولا ايه الدنيا؟ وبيرد عليه تشيولو ويقول له تعطيني وعد بكلامك ده؟ وبيتفقوا مع بعض وبيبدا بقى تشيولو ان هو يشتغل معاه. ونرجع بعد ما عدى سنه طبعا على الاتفاق ده كله. بعد ما عدى سنه الناس كلها بقت بتحترمه في الشارع وبيكون هو الزعيم. وبيجي له واحد من اللي شغالين معاه وبيقول له ان احنا محتاجينك في الدور اللي تحت. وبينزل على طول وبيلاقي واحد من الاغنياء بيرخم على بنت شغاله وبيمسكه وبيكون عاوز يضربه، لكن مره واحده بيقف لان واحد من اللي شغالين معاه قالوا له ان ده من عيله ثريه جدا. وبيفضلوا يحفلوا عليه كده ويضربوه وهو ساكت خالص. وبعدها على طول بيطلع جونك على رئيس العصابه وبيقول له خلاص عدى سنه تقدر توفي بوعدك الان. وبيقوم يتعصب عليه وبيقول له خلي عندك صبر ايها السافل. وبيرد عليه بيقول له طالما الامر صعب عليك تقدر ان انت تخليني اجمع المال بطريقه تانية. وبيقول له انا عارف طريقه نقدر ان احنا نجيب منها ثروه لينا جميعا. وبيرد عليه وبيقول له ايه هي الطريقه؟ وبيقول له انا بقالي فتره كويسه شغال في مجال الحياه الليليه والكلام ده كله، وان كمان اعرف مين اللي بيوزع المارجوانا، وكمان لو اتخلصنا من المبيعات القليله ومسكنا احنا التوزيع فبالطريقه دي نكسب فلوس كتيره، ولو انت كمان ما قلتلي المشروع انا اللي هشتغل في الارض. وبيرد عليه وبيقول له ان انت عايزني ابقى مدمن؟ قال له احنا هنبيعها بس احنا بس اللي علينا ان احنا نمرع الرجاله بتاعتنا ان هم يتعاطوا المخدرات. وسمع منه الكلام ده قال له اه خلاص فهمت. ومره واحده راح ضربه وقال له ايها الوغد انت دماغك لسعت ولا ايه؟ انا المساعد الامين لاكبر زعماء كوريا وتطلب مني ان انا ابيع المخدرات؟ انا ركيب جانغ ولست تاجر مخدرات. وبيقول له انا بحذرك ما تتكلمش في الكلام ده تاني عشان ما تموتش. وبيقعد مع اصحابه اللي خلاهم يشتغلوا معاه وبيكونوا متعصبين جدا من اللي عملوا جانج رفيق. وحد فيهم بيتكلم وبيقول تبا له لقد وعدنا بسيارة مرسيدس. وبيرد عليه جانكو بيقول له نحن حمقى يستطيع معاملتنا باحتقار. بس بيرد عليه بيقول له ما كانش ينفع ان هم يعاملوك كده، احنا هنا بفضلك انت، هؤلاء لو غاد لا يمنعونك الاحترام. وبعدها بيكون قاعد في الجراج مستني حد من الاغنياء اللي ضربوه قبل كده وبيخش اللي هو عايزه، بس بيكون معاه واحده والواحده دي بتنامه في العربيه وبتمشي. واول ما البنت بتشاور له على طول بيقوم وبيخش عليه العربيه وبيخلص عليه. وتاني يوم بيروح للسواق على العربيه بتاعته وبيقول له فندقك المفضل في جونسنسيون للعطلات؟ وبيساله بيقول له الفندق ده في الجبال؟ بيقول له نعم في وسط الغابه. واداله حاجه في ايده وقال له اجمعني بيه. بعدها على طول اخد الراجل ده عشان يعرفه على راجل مجرم وتعرفوا على بعض وقال له ايه اللي تقدر تعمله عشاني؟ قال له هجيب لك ملهيان في البلد. رد عليه وقال له اتفقنا خلينا نقضي على هؤلاء السفله. وبيتجمعوا في فندق كبير وبالليل الساعه 3 بالظبط بيخرجوا كلهم من الاوض بتاعتهم وبينزلوا يتجمعوا تحت. واول ما بيتجمعوا بيشاوروا لبعض بالكشافات عشان يعرفوا ان كلهم اتجمعوا وجهزوا نفسهم والعده اللي هيستخدموها. ودخلوا الفندق الراجل فيه موجود هو والرجاله بتاعته وطلعوا وانتشروا في الاوض كلها ودخلوا الاوض كلها، واي حد كانوا بيلاقوا قدامهم كانوا بيكسروه بالعصيان اللي معاهم ويشتموهم ويهزقوهم. وبيفضلوا مستمرين في الضرب واي حد بيلاقوه ما بيحلوش اي حد لحد ما بيخرج الراجل بتاعهم ويقفوا كلهم قصاد بعض بقى وبيقول له هو في ايه؟ انتوا متناموش بالليل ولا ايه؟ اقضوا عليهم ويتقوموا الحرب تاني.
وبيفضلوا مستمرين في الخناقة لحد ما بيوصلوا للراس الكبيرة، وبيكون دخل القاعة اللي في الفندق وبيفضل يجري لحد ما خلاص بيلاقيهم قدامه وبيقف يقولهم بس يلا نتفاهم جنجام كلها ليكم. وبيكون صديقهم بيحاول ياخد منه الساعة، ومرة واحدة بيروح يضربه في الأرض بيقوله انت بتتمنى الموت ولا ايه؟ ومرة واحدة هو في الأرض عينه بتيجي على مقص وبيمسكه، وأول ما بيقرب منه بالمقص وبيقتله على طول. وجونك بيجري عليه وبيحاول ان هو يفوقه بس طبعا بيكون مات، وبيجري عليه وبياخد السكينة من ورا صاحبه وبيفضل يقتل فيه لحد ما يموت خالص. ونروح لبلد تانية اسمها بوسان في كوريا الجنوبية، وبيكون جونج راح لراجل هناك وكان الراجل ده قاعد بيرسم، وهو طبعا بدأ انه يعرفه بنفسه وبيقوله سمعت الرقيب جانج وهو بيقطع العلاقات مع بوسان، ودلوقتي عايز بداية جديدة تحت أمر سونج كيسو في سيول، ولو انت ما صدقتنيش التقطت بعض الصور. وبيشوف الصور وبيسأله وبيقوله انتوا عملتوا فيه ايه؟ انتوا دفنتوه على جبل ولا رميتوه في البحر؟ ورد عليه وقال له هرب وقتل عيلته، وانا لسه جاي من الجنازة دلوقتي حالا. رد عليه وقال له سواء خان او قتل فانه لا يزال صديقي، ان اردت التخلص منه فكان عليك ان تطلب الاذن مني، ما ينفعش تخلف المواضيع دي كلها. وبعدها سأله قال له انت قلت لي اسمك ايه؟ رد عليه قال له جونج، وفضل يكرر نفس السؤال عشان كان في ناس ورا الباب عمالين بيسمعوه، وبيقول له لو خليتنا ننضم اليك وعد مني ابعت لك كل شهر 50 مليون ون. واول ما سمع المبلغ قفل الباب وقعدوا عشان يتفقوا مع بعض. وبنروح لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، وبيكونوا بيستجوبوا حد من المدمنين عن مكان تاجر المخدرات اللي بياخد منه، وبيقول لهم ان تاجر المخدرات ده موجود في كوريا، وهنا بيكونوا متجمعين عشان يحلوا مشكلة المخدرات المستوردة من كوريا. وبعدها سأله قال له حضرة النقيب عندك شخص مناسب لهذه القضية؟ وتاني يوم قعد مع الشخص المناسب وسأله قال له انت مش عايز تروح سيول؟ قال له بزور دياري مرتين في الشهر بس. قال له ايه رايك تروح تشتغل شغل جديد هناك؟ قال له حاجه انت ما عملتهاش قبل كده وحاجه خطره جدا، وطلع له ملف القضيه وقال له انت موجود يعني هنا عشان كده، وقال له انت هتخش في المجموعه بتاعتهم، واول ما تشوف المخدرات او هتساهم في نقلها فانا متاكد ان احنا هنقبض على اليابانيين. رد عليه وقال له يعني انت عايزني ابقى شرير عشان نقبض على الاشرار؟ وقال له كمان لو كنت عايز تقبض على المجرمين بتتعاقبهم مش بتكون واحد منهم. رد عليه وقال له المخدرات بمليارات الدولارات وكفيله انها تخدر 330 الف شخص. رد عليه وقال له انا مش هعمل كده، موجود عندكم كتير من الظباط يقدر اي حد يعمل مكانه. وبعد ما رفض الاولاني جه النقيب برضه عشان يحاول ان هو يقنعه ان هو يخش في القضيه دي، ومره واحده سابه ومشي. وفي نفس اليوم قعد مع مراته وبيحكي له وقالت له القضيه دي لو مشيت بشكل جيد هيكون في ترقيه ليك كبيره قوي، وقالت له كمان مش هتفضل رتبتك قليله طول الحياه يعني. وتاني يوم راح المركز اللي في سيول وراح قعد مع النقيب، واول ما قعد على طول قال لهم انا موافق بس بشرط واحد بس. قال لهم انا مش عايز مكافآت، انا عايز اترقى ترقيتين بس، لان من الواضح ان انا الوحيد اللي هعمل اقصى مجهود في القضيه دي، فاظن ان انا استحق الترقيه دي. والنقيب وافق على اللي قال عليه واتفقوا مع بعض. وبعدها بدأ ان هو يدرس القضيه بشكل كويس جدا عشان يعرف يتعامل مع العصابات دي كلها. والنقيب قال له الامان اساسي لنجاح هذه العمليه، وقال له ممكن تلاقي شرطيين قريبين من العصابه دي، اهم حاجه السريه محدش يعرف اي حاجه. وقال له كمان ان هم عملوا اسوأ جرائم مخدرات في تاريخ، وبدأوا يفكروا ازاي هيقابلوا لاول مره. رد عليهم وقال لهم خليني اقابله انا باسلوبي، وبدأ يتحرك في العمليه وراح المطعم اللي هم بيقعدوا فيه ويتجمعوا فيه بياكلوا فيه كذا مره في الاسبوع. ودخل المطعم وقعد والويتر جاي بيقول له لازم تطلب حاجه. رد عليه وقال له انا هنا مش لتناول الطعام، ناديلي المالي. وراح على طول وناداله اتنين، دخل عليه وسألوه قالوا له انت مين؟ انا دور حرب بسرعه عندنا زباين. ورد عليهم قال لهم انا لو قمت هتكونوا انتوا الاتنين نايمين على الارض. نادولي جونك بس، وضحكوا هما الاتنين وحط ايده على كتفه وقام لهم هما الاتنين ونايمهم في الارض فعلا زي ما قال لهم. وفضل يكسر في المطعم كله وقال لهم نادولي الزعيم بتاعكم، نادولي الزعيم، نادولي جو. ووصل جونك للمطعم عشان يعرف عايزه ليه، ودخل عليه على طول وقال له سمعت ان انت تبحث عني. رد عليه وقال له ليه من الصعب ان حد يقابلك. وهو قاعد معاه بص على ايده ولقى الساعه اللي كان لابسها صاحبه اللي اتقتل بيها اللي في اول الحلقه، ومسك ايده على طول راح شد ايده قال له ما تلمسش ايد ايها الوغد، ووقف وقال له من انت. وبس كده وبتنتهي الحلقه الاولى من المسلسل. ولو وصلت لحد هنا تبقى انت صديقي الصدوق، واتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش تكتب لي رايك تحت في الكومنتات، واهم حاجه ان انت تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، اهم حاجه اهم حاجه عشان يوصلك الحلقات الجديده من المسلسل. واستنوا بكره الحلقه التانية من المسلسل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.